اهلا بيك يا صديقي يا عزيز يا اهلاوي يا جميل يا اللي قاعد مستني افتتاح كاس العالم للانديه في النسخه الاولى. لو ما شفتش، على فكره انا اتكلمت على كاس العالم النسخه الاولى برضو، بس بتاعت المنتخبات، على قناتي على يوتيوب، الحكواتي مع بيشو. لو ما شفتهاش انت متاخد غياب كده يا صاحبي. اجري شوفها بقى وتعالى كمل. ماشي. عايز اقول لكم بقى انا يعني بجرب حظي كده في حاجه جديده. بنتكلم بقى على تشكيلات الكوره وتاكتكس وكلام حلو كده. وبص بقى جايب لكم هديه مفاجاه. بص، استنى، عشان انا يعني هدلع الدنيا اليومين دول، كله عشان كاس العالم، بس كاس العالم للانديه. بص بقى. تاتا. بص يا معلم، النهارده انا عايز اتكلم على افتتاح كاس العالم للانديه ان شاء الله، او مباراه الافتتاح اللي هتبقى بين النادي الاهلي ونادي انتر ميامي الامريكي. خلينا نبدا الاول. من وجهه نظري النادي الاهلي هيلعب ازاي النهارده؟ انا لما فكرت قلت ان النادي الاهلي في اخر فترات مارسيل كولر ومع عماد النحاس الحقيقه كان بيلعب بطريقه من اتنين. الطريقه الاولى كانت 4-1 4-1 زي ما انتم شايفين كده. الأول هنا حارس، أربعة ورا، واحد رقم ستة، وبعد كده أربعة، اتنين يعتبر تمانيات، واتنين أجنحة وبيدخلوا لجوه، وواحد مهاجم صريح. أحيانا الطريقة دي بتتقلب لأربعة اتنين تلاتة واحد، بيرجع واحد من دول يقف هنا وبيدخل واحد من هنا، فتتقلب إن الطريقة لأربعة اتنين تلاتة واحد أو أربعة تلاتة تلاتة. طيب، لان ده بيبقى برضو ايه ليه واجبات في نص الملعب شويه. طيب خلينا نقول انه لو افترضنا ان النادي الاهلي النهارده عايز يلعب قدام انتر ميامي، هو انتر ميامي بيلعب ازاي؟ انتر ميامي بيلعب 4-4-2 كلاسيكيه جدا كده وكده. بس هو الحقيقه بيبقى يعني، طبعا بغض النظر عن الارقام يعني، بس اربعه بيبقوا عاملين كده بالظبط. ده هنا ليونيل ميسي وده هنا لويس سواريز، ودول مجموعة الهجوم. دول اتنين أجنحة على طول على طول طايرين. هنا بوسكيتس بيحاول ان هو يأخر نفسه شوية، والظهير اللي جنبه او اللاعب الوسط اللي جنبه بيحاول يروح ويرجع، لانه بوسكيتس مشكلته ان هو مش بيقدر ان هو يروح ويرجع، فالاحسن بالنسبة له ان هو يخليه ورا علشان ما يبقاش مندفع لقدام فينقصوا واحد، لان هم اوريدي ناقصين اتنين. الاتنين دول هم هنا بس يعني. تمام. حتى لما الكرة بتتقطع منهم ما بيحاولوش ابدا ان هم يدوروا عليها ويجيبوها. خلاص. طيب، هنا المفروض ان جوردي البا، طبعا جوردي البا مش موجود، فهيبقى لعيب اسمه الين ده اصلا احيانا بيوظفه ماسكيرانو قلب دفاع، قلب مدافع، هو بيلعب برجله الشمال في وجود البا. لما البا ما بيبقاش موجود بيبقى هو اللي موجود. طيب يبقى معنى كده هنقول ان ده خالد عبد الفتاح بتاعهم وان ده هيبقى على طول دفاعي؟ لا خالص. ده دايما بيبقى عنده نفس واجبات جوردي البا لما بيلعب ناحيه الشمال، على طول طاير. تمام. ده الباك اليمين معظم الوقت ما بيتقدمش، يا اما بيدافع يا اما الطريقه بتتحول لثلاثه وهو بيرجع كده لما بيبقى معاهم الكوره ومهاجمين. وطبعا بوسكيتس بيحاول ان هو يعني يرحل نفسه كده، والراجل ده بيقدم معاهم كده كويس. طيب، الاهداف اللي جت في انتر ميامي من اللي تابعوا كلها من مرتدات او من تحولات. كوره تبقى معاهم تتقطع، كل دول بره اللعبه. لو باص من النادي الاهلي طولي بيضرب كل المجموعه دي. كوره هنا مثلا لو فرضنا ان ده هنا محمد الشناوي اهو. تمام. الكرة لو اتقطعت مثلا عند محمد الشناوي ويلعبها طولي، بص بقى، كل الناس دي بتتضرب، ما بتلحقش ترجع. اللقطة كلها بتبقى في السرعات. طيب، هل النادي الاهلي يلعب
3 ورا الحقيقه انا ما افضلش ابدا. ليه؟ اولا انت عشان تلعب بالطريقه دي عاده بيستخدم العش هنا، والعش في طريقه 3-4-3 بيبقى اسوأ ما يمكن، لا يعتمد عليه خالص، لانه بيتوتر جدا، وبالذات في الماتشات الكبيره واضح جدا ان هو في الايفنتات الكبيره بيتعب او بيتوتر، او بيجي له حاله غريبه يعني. فانا رايي ان هو هيخلينا 4-1-4-1 زي ما كنا، مع بعض الواجبات الدفاعيه لواحد من الاتنين دول. طيب التشكيل اللي انا متوقعه، التشكيل زي ما قلت لكم من وجهة نظري، يعني انا شايف انه هنا طبعا ده الشناوي، لازم محمد الشناوي يا جماعه، مع احترامي الكامل لكل الناس اللي بتنادي بمصطفى شوبير. مصطفى شوبير موهبه رائعه ولاعب ما فيش منه، لكن انا محتاج اولا خبرات كويسه جدا. مصطفى شوبير لسه هيبقى عنده الخبرات دي ان شاء الله قدام شويه، وانا اتمنى ان احنا لو في ماتش في البطوله دي، يعني مثلا لو ان شاء الله كده كنا في الماتش النهائي بتاع بورتو ضمننا الصعود للدور الثاني، ممكن شوبير ياخده، ما عنديش مشكله. لو النهارده النتيجه مثلا كانت 3 ولا 4 للنادي الاهلي، يجي في الشوط الثاني يبدل، ينزل ياخد حساسيه الماتشات دي وياخد الحاله بتاعت الماتشات دي. لكن اتمنى ان هو ما يبداش، لكن علشان هو لسه شويه على بال ما يقدر ان انا اعتمد عليه في بطوله كاس عالم. انا اعتمدت عليه في بطوله افريقيا وسد معايا وكان رائع جدا لان هو موهوب جدا، لكن لسه شويه على بال ما اقدر ان انا اديله واعتمد عليه بشكل كامل في بطوله زي كده. تمام. مع كامل احترامي والله انا بحبه جدا، علشان انا قبل كده برضو انتقدت علي معلول، كان هيذبحوني. فانا بحب مصطفى شوبير جدا جدا، وبحبه اكتر من الشناوي بالمناسبه جدا يعني. واللي يعرفني كويس يعرف ان انا اصلا كثير الانتقاد للشناوي، لكن في الماتشات دي بالذات وفي البطوله دي بالذات انا عايز محمد الشناوي. طيب هنا محمد هاني للاسف يعني انا مش مقتنع خالص بمحمد هاني، عمري ما اقتنعت منه وعمري ما استنيت منه حاجه. بس انا عارف كويس ان هو في كاس العالم للانديه او في الماتشات الكبيره عنده شخصيه، عنده روح، فبيقدر ان هو يأدي بشكل احسن من الطبيعي بتاعه. مش المطلوب منه يعني، هو يعني ممكن يبقى احسن من كده بكتير، بس هو احسن من نسخه محمد هاني اللي في الدوري. فان شاء الله يبقى الدنيا تمام يعني. هنا انا شايف انه اشرف داري وياسر ابراهيم. ليه؟ اولا اشرف داري لاعب لعب قبل كده كاس عالم مع منتخب المغرب، وكان شبه اساسي في ماتشات كتير، وكان عنده شخصيه كويسه جدا، وفي نفس الوقت بيمتلك حاجه اسمها التمرس، سواء مع المنتخب او مع الوداد قبل كده او مع النادي الاهلي لما جه. هو يعرف الماتشات دي، يعرف ان هو يتعامل فيها كويس قوي. فانا متوقع ان اشرف داري بس يركز شويه، ملوش دعوه باللي حواليه. يعني هو كان بيحاول، يعني مثلا في ماتش باتشوكا ظهر بشكل وحش جدا. ليه؟ لان كان جنبه مصطفى العيش، ومصطفى العيش كان وحش جدا، فهو كان مهتم قوي انه يغطي على اخطاء العيش. انا مش عايز منك كده، انا عايزك انت خليك في حالك، مالكش دعوه بيه. يعني اللي جنبك مهما عمل مالكش دعوه. تمام. هنا لو ياسر ابراهيم ماشي، لو احمد رمضان بيكهام ماشي، بس انا شايف ان ياسر ابراهيم احسن. ليه؟ علشان اولا حته الخبرات، لانه وارد جدا. اولا فريق انتر ميامي بيعتمد اعتماد كلي على الفاولات اللي في المنطقه هنا دي. اي فاول في المنطقه دي ضربه جزاء، اعتبرها جول يعني. يعني لو جالك فاول هنا ابتدي اجهز بقى ان اسامه ابو علي يقف عند خط السنتر، علشان هيسنتر خلاص. ماشي. ف يعني اخاف على احمد رمضان بيكهام من انه يعمل فاولات هنا. ياسر ابراهيم كان متهور جدا وكان بيعمل فاولات كتير جدا، لكن مؤخرا هدي شويه. فيعني انا شايف ان هو ممكن يبقى افضل يعني. هنا بقى
انا بصراحه يعني عاده حتى في كل التشكيل ده انا مش موجود معاهم في التمرين، وما اعرفش الحاله البدنيه والصحيه بتاعت كل اللعيبه، فما اقدرش ان انا اجزم بسلامه واحد او اصابه واحد او كده. لكن انا شايف ان لو فرضنا ان كل اللعيبه سلام وعلى درجه واحده، يعني انا هتكلم هنا في الحاله المثاليه ان كلهم كويسين ما عندهمش اي اصابات، كلهم ما عندهمش اي اجهاد بدنيا، كلهم واقفين على رجليهم، هحط يحيى عطية الله. لو فرضنا، ليه؟ لان انا عايز منه يعني حاجات هجوميه برضه، يعني انا عايز منه متطلبات للهجوم وفي نفس الوقت متطلبات تانية للدفاع. فانا اعتقد انه يحيى عطية الله هيبقى مثالي في الحته دي. لو ما مش سليم او مش جاهز 100% او مش هيقدر ان هو يعملها، هحط كريم الدبيس. العيش كويس جدا بس هيبقى يعني قدراته الدفاعيه اكتر. الفكره ان الباك اليمين بتاع انتر ميامي ما بيهاجمش خالص، وعلى طول بيبقى لازق مع الوينج. فانا لو حطيت هنا تريزيجيه هيبقى عندي مشكله ان انا يعني تريزيجيه هيبقى بيشتغلوا، يعني هيجي هيقرب هنا معاه وهياخده، فانا عايز ده يطلع مكانه. فمش عارف العش ممكن يعملها ولا لا، يعني اكيد ممكن في التدريبات يكون اتدرب على كده، بس هو لو ما كانش يحيى عطية الله اعتقد ان كريم الدبيس ممكن يبقى افضل. طيب هنا في ناس بتقول انه الثلاثة المثلث ده هيبقى حاجة من اتنين، يا اما ده يكون مروان عطية وافقده انه يبقى بتاع ميسي، يعني يبقى هو ده الظل بتاع ليونيل ميسي في كل حتة في الملعب، واشتغل على دول ماشي. وفي الحالة دي هيبقى هنا حمدي فتحي، وهنا امام عاشور. وهعتمد بقى في الحالة دي لو انا افترضت ان هنا مصطفى العش لاعب باك شمال، يبقى امام عاشور هو اللي هيعمل اللقطة دي لما هيعمل سويتش مع تريزيجيه، ويعرف يعملها كويس جدا طبعا. يا اما، وده رأيي بقى الشخصي، ان انا احط هنا حمدي فتحي وبرضه هو يغطي على ليونيل ميسي وكل حاجه، لان حمدي فتحي عنده خبرات اكتر وبيعرف ازاي ان هو يستخلص الكوره او يمنع الكوره من الوصول للاعب، من من الوصول لميسي من غير ما يعمل معاه فاول. يعني برضه تاني، اي فاول هنا روح سنتر خلاص ما تخلوش يلعب. تمام. وهنا يبقى محمد علي بن رمضان لو سليم 100%، وامام عاشور. ومحمد علي بن رمضان هيبقى عنده شويه واجبات دفاعيه اكتر، بحيث ان هو هيبقى قريب من هنا، يعني هتبقى المنظر كده مثلا، بحيث انه بن رمضان انا هاخد منه ان هو الطلوع بالكوره لما يفقدوا الكوره فريق انتر ميامي في منطقه التلت بتاعي، فينزل محمد علي بن رمضان يستلم. محمد علي بن رمضان عنده القدره ان هو يستلم الكوره هنا ويلف بيها، ويقدر ان هو يتحرك يدريبل، او يلعبها مع امام، او يلعبها مع حد من الاجنحه يعني بسهوله، او يتقدم هنا ويشوط. فهو عنده قدرات هجوميه كويسه جدا، وفي نفس الوقت بيعرف يعمل الدور الدفاعي كويس، فهقدر ان انا استفيد بمجهوده. بس برضو الشرط ده انه يكون سليم 100%، لانه هو هيتعب جدا معانا، يعني هو هيفرهط شويه رايح جاي. طيب الجناح اليمين انا برضو ما اعرفش زيزو يعني جاهز 100% ولا لا، بس لو زيزو جاهز 100% يبدأ والشوط التاني ينزل طاهر، لو ما كانش يبقى العكس، طاهر يبدأ وبعدين زيزو. طب ليه مش حسين الشحات؟ لان حسين الشحات اولا مجهوده بقى اقل بكتير من الاول، وفي نفس الوقت احيانا كتير بيسرح. يعني لو تلاحظ مثلا تتفرج على حسين الشحات وهو مش معاه الكوره تلاقيه بيتمشى،
والماتش ده مش عايز حد بيتمشى، عايز ناس بتجري على طول ومركزة على طول، مش عايز حد يسرح. الناحية التانية هنا تريزيجيه ملهاش حل يعني. عندك اشرف بن شرقي ورقة بره هيبقى مهم جدا وليه دور. عندك هنا وسام ابو علي. اعتقد انه لو وسام ابو علي مش موجود ما يبقاش البديل بتاعه جراديشار، يبقى البديل بتاعه اشرف بن شرقي. لان اشرف بن شرقي اولا مهاري، ثانيا تقدر تطلع عليه بالكوره، يعني تقدر ان انت لو عايز تلعب على الكره الثانيه يلعبك على الكره الثانيه كويس جدا. وفي نفس الوقت اشرف بن شرقي بيلعب بدماغه كويس وبيتحرك كتير، بس مش بيرجع يدافع. كل دول انا عايزهم يرجعوا يدافعوا، يعني هم كل دول بيدافعوا وبيهاجموا. العشرة كلهم بيشاركوا في الهجوم والعشرة بيشاركوا في الدفاع. مفيش حاجة اسمها واحد يتمشى. عشان كده انا استبعدت مثلا اشرف بن شرقي من هنا، واستبعدت حسين الشحات من هنا. طيب آه، زي ما قلت انه التغييرات انا بعتقد انه ممكن زيزو لو ما ابتداش اكيد هيبقى له دور. اليو ديانج لو ما ابتداش اكيد هيبقى له دور. طيب ليه ما ابتديتش باليو ديانج هنا في مركز رقم 6؟ اولا اليو ديانج انا عندي معاه ذكرى سودة في ماتش ريال مدريد في المغرب، في كاس العالم اللي كان في المغرب. آه، خدت بالي ان اليو ديانج في الماتشات الكبيره بيتوتر او بيتلخبط او بي بيتخض. ما تفهمش يعني الكرة بتتخض في رجله، بتتلخبط في رجله. ف مش عارف يعني، انا شايف انه اليو ديانج مش هيطلعك بالكوره، لكن حمدي فتحي يعرف يعمل ده، مروان عطية يعرف يعمل ده. طبعا كجودة حمدي فتحي اعلى بكتير، زائد ان حمدي فتحي هيدي لك فرصه انك انت ممكن لو عايزه يشارك في الهجوم، بيشارك في الهجوم كويس جدا. احنا شفنا الماتش اللي فات اللي هو بتاع باتشوكا، حمدي فتحي كان بيلعب رقم 6 ومتاخر وكل حاجه، ومع ذلك هو اللي عامل الاسيست بتاع الجول. لانه هيبقى في ضغط جامد جدا واوفرلود جدا في المكان لو اللي هنفقد فيه الكوره، بحيث نرجع نسترجعها. حمدي فتحي الوحيد لو فرضنا مثلا ان احنا فقدنا الكوره هنا ماشي مع حد من المدافعين، فهتلاقي انه زيزو او طاهر دخل، وهتلاقي وسام، وهتلاقي امام، وهتلاقي محمد علي بن رمضان. كل دول حاولوا ان هم يستخلصوا الكوره. هنا هيبقى تريزيجيه لوحده، وهنا ده حمدي فتحي يبتدي يتقدم، بحيث حتى لو فكر ان هو يلعب الكوره حمدي فتحي يلحق ياخدها ويديها لتريزيجيه اللي هيكون فاضي. لان هم عندهم سذاجه دفاعيه تسمح بده انه يحصل. تبص تلاقي الفرقه كلها راحت علشان تساعد الراجل اللي معاه الكوره وسابوا هنا فاضي. فان شاء الله يعني يكون خير. انا توقع النتيجه، انا شايف انه النادي الاهلي يعني سهل ان هو يكسب المباراه دي. في حالة ان هم زي ما قلت ان اللعيبة تبقى كلها مركزة جدا، نحاول بلاش اي فاولات من على حدود المنطقة، نحاول ان نخلي ميسي ما يستلمش الكورة. لان ميسي لما يستلم الكورة هيعمل 50، عنده 50 مليون حاجة ممكن يعملها، وممكن يكلفت اي حد. مفيش حاجة اسمها ان هو كبر وبتاع والكلام ده، مفيش الكلام ده. ميسي في اخر ماتشات جايب عدد رهيب جدا من الاهداف مع انتر ميامي او مع منتخب الارجنتين. آه، ال- الميزه بس اللي ممكن انها ترجح كفه النادي الاهلي اكتر في وجود ليونيل ميسي، انه ممكن ما ياخدش الموضوع جد قوي على الاقل في الاول. وعشان كده انا اتمنى في الاول الاهلي يبدا ضاغط بقوه، بحيث يخطف هدف في الاول يخضهم، علشان يبتدوا ان هم كل واحد يسيب بيته ويتحرك على ان هو يحاول يعوض. لان ده هيخلي انه هيتفتح مساحات كتير، وهنقدر ان احنا ندخل تاني وتالت ورابع. لو لقينا ان احنا مش عارفين نوصل بسهولة للجون ما تستعجلش،
هتيجي. هم ياما بيغلطوا بالذات المدافعين بتوعهم. آه، احنا عندنا امكانيات كتير جدا، وعندنا من الروح والقوة والقدرة والحماس اللي يخلينا ان احنا نقدر ن- ندوس لما ونستغل الغلطات. لكن اتمنى ان احنا نركز جدا في النقطة في الحتة الدفاعية. بتبقى مشكلة كبيرة جدا يا جماعة لما يبقى انت بتلاعب فريق مميزاته وعيوبه هم نفس مميزاتك وعيوبك. مشكلة. يعني احنا عندنا ميزة كبيرة جدا في الهجوم وعيب كبير جدا في الدفاع، وهم هكذا. بس هم الحقيقة يعني الفرق اللي بيننا وبينهم في الحتة الدفاعية ان احنا عندنا حارس مرمى قوي جدا اللي هو محمد الشناوي. هم عندهم حارس المرمى ضعيف جدا. لان خلي بالكم حارس المرمى اللي موجود دلوقتي ده مش الاساسي. الحارس الاساسي مصاب، ويعني ومطول الاصابة بتاعته مطولة شوية. ده طبقا للترانسفير ماركت لما دخلت يعني. فان شاء الله خير. ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب. يعني انا متوقع انه ممكن 3-1. وربنا يكمل كده على خير ان شاء الله، ولينا لقاء بعد الماتش نشوف ايه اللي حصل. ومستني بقى رأيكم في اللي انا بعمله ده، اذا كان يعجب ولا ايه الدنيا. شكرا. سلام.